على مدار الأيام الفائتة تابعنا سويا مشاهد الفرحة في كل بقاع الوطن العربي والإسلامي في كل أنحاء العالم بالفوز التاريخي لمنتخب المغرب ووصول أسود الأطلس للأربعة الكبار. الفرحة اللي كانت في كل مكان فعلا، الجميع بلا استثناء احتفلوا بالتأهل التاريخي لمنتخب المغرب لنص النهائي. المشهد اللي خلانا نفرح في كل ده هو تلك الوحدة واللحمة. المشاهد اللي خلتنا نفرح احتفال الجماهير الجزائرية بهذا الفوز. لما الواحد نزل بقول لك يحتفل مع الناس هنا في بريطانيا، فوجئت النص اللي واقفين جزائريين ولقيت العالم الجزائري بيطلع مش كلهم مغاربه، ما بقتش عارف افرق. وسالت الناس تقدر حد يعرف من اللي بيتفرج دلوقتي يشوف الفرق بين المغربي والجزائري؟ الشعب الجزائري والمغربي اللي طول الفتره اللي فاتت كان ينفخ في نار الفتنه فيما بينهم، وقلناها في هذا البرنامج مرارا وتكرارا. الشعوب تختلف تماما عن الانظمه، والتلاحم والاخوه والوحده بين الجزائري والمغربي ضاربه بجذورها في الارض ومتعمقه لابعد الحدود. لكن السلطات الجزائريه يعني مستمره في تصرفات صبيانيه في هذا المشهد، بالرغم من التلاحم الشعبي الرهيب اللي شفناه طيله الفترات الفائته وتحديدا اليومين اللي فاتوا. الجميع احتفل بفوز المغرب اللي رفعت راس الكل، لكن الاحتفالات من الشعب الجزائري كان ليها طعم ولون مختلف. احتفال بنكهة العروبة ووحدة الدين والمصير والجيرة بين الشقيقين. أسباب كتيرة خلت احتفال الجزائريين مختلف تماما عن أي احتفال عربي تاني. دي مشاهد من فرحة الشعب الجزائري على الحدود بين المغرب والجزائر. ضربوا اسبانيا وزادوا البرتغال، هذه كاع ما صرات في العالم. مبروك 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 على العرب، مبروك على راية الإسلام والمسلمين. اللي كان يقول لي يغلبوا البرتغال، يعني الناس كانت دايرة. ده المشهد على الحدود الجزائرية المغربية. شوف الفرحة من وراء الأسوار، وراء الأسلاك، ده يرضي ربنا. ده مشهد الفرحة الجزائرية المغربية على الحدود اللي مقفولة بأمر من السلطات للأسف الشديد. المشاهد دي تخلينا نكرر المطلب الذي طالما صدحنا به: افتحوا الحدود واكسروا القيود بين الإخوة والأشقاء والأصهار والأنساب. دي المشاهد أول امبارح بعد انتصار المغرب. الجزائريون احتشدوا على الحدود المغربية، احتشد على الطرف الآخر المغاربة ليحتفلوا مع أشقائهم. الجزائريون هتفوا مباركين للمغاربة، وفلسطين كانت حاضرة على الحدود الجزائرية المغربية المغلقة بأمر السلطات. لكن الإغلاق لم يمنع فرحة الأشقاء بعضهم ببعض. فلسطين شهداء، فلسطين شهداء، فلسطين. الجي واخا احنا وانتوما وبصحتكم. شكرا فيفا. ده المشهد على الحدود أول أمس. جزائريين بينادوا على المغاربة ويباركوا لهم بهتاف فلسطين والشهداء، والمغاربة بيردوا بهتاف فلسطين والشهداء وهتافات تحيا الجزائر. ده الوضع الطبيعي، مفيش أي حاجة يعني تدعو للدهشة. ده الوضع العادي بين الأشقاء. جزائريين احتفلوا مع الأشقاء المغاربة في منطقة بين الجراف على الحدود المغلقة قرب السعيدية ومرسى بن مهيدي. والاحتفالات كانت مستمرة بعد تأهل المغرب، بعد ماتش كندا وبعد ماتش اسبانيا وبعد ماتش البرتغال انفجرت الفرحة.
فرحة جزائرية كبيرة على الحدود مع المغرب، ليها طعم تاني مختلف عندنا واعتقد انه عند الجميع. فلسطين الشهداء، فلسطين الشهداء، فلسطين. أرجع واخا وحنا وتوما وبصحتكم. سبحان ربك من جعل هتاف فلسطين موحدا لكل الشعوب العربية ومؤكدا على وجه الخصوص على الوحدة بين الجزائري والمغربي. الكل فرح شعبيا ورسميا، الشعوب فرحت، قادة وزعماء العرب قدموا التهاني للمغرب بمناسبة الإنجاز. دي عينات على سبيل المثال وليست الحصر. بص، دي أسامي من أسامي كتير عربية وأفريقية هنأت المغرب، سواء بعد الفوز على أسبانيا أو الفوز الثاني على البرتغال. لكن الحكومة الجزائرية اللي هي الأولى دلوقتي إنها تهنئ الجارة والشقيقة المغرب عشان حتى أقل تلطف الأمور وتعمل خطوة في تحسين علاقات تاني، التزمت الصمت، على عكس الترحيب والاحتفال الشعبي اللي أنا وريته لحضرتك. الموقف الرسمي الجزائري صامت، وتجاهلت وكالة الأنباء الجزائرية والجزائر اليوم وكذلك صحيفة الشروق المقربة للحكومة النتائج الباهرة التي حققها المنتخب المغربي في مونديال قطر، مكتفية بنقل أخبار رياضية متفرقة محلية ودولية، دي الحرة. واكتفت صحف أخرى مثل النهار بالإشارة إلى أن بلجيكا ودعت المونديال فيما كرواتيا ترافق المغرب إلى ثمن النهائي. ولم يشر التلفزيون الجزائري للانتصار التاريخي للمغاربة على بلجيكا، واكتفى بنشر نتائج مباريات ذلك اليوم دون ذكر. مال الخبر ده مكتوب كده زي ما يكون كاتبه واحد هندي بيتعلم عربي جديد، دون اي ذكر نتائج منتخب المغرب. دي لهجة هندية. المهم، عقلية غريبة وعجيبة جدا اللي بتتعامل بيها العسكر في الجزائر مع الانتصار والانجاز المغربي. تصرفات اقل ما يقال عنها تصرفات صبيانيه. القناه الجزائريه الرسميه دائما بتتعمد ان تتجاهل نقل اخبار التالق التاريخي وغير المسبوق للمغرب. على الاقل انقلوا صوت الجزائريين يا اخي. التلفزيون الرسمي الجزائري يا اخي انقل صوت الشعب الجزائري الفرحان والسعيد بهذا الانتصار. مش ممكن يعني خصومه لهذا الحد ولا كلمه في التلفزيون الجزائري عن انتصار المغرب. انا العناوين دي اللي انتوا شفتوها اكيد شفتوها كلكم، فعلا كنت فاكرها فوتوشوب، طلعت حقيقيه. يخرب بيوتكم. نتائج الجوله ال14 من البطوله الوطنيه المحترفه الاولى. لا، عايز الخبر اللي هو المنتخب الجزائري المحليين يشرع في التربص التحضيري. التلفزيون الرسمي الجزائري عامل فقره خاصه اسمها اخبار المونديال، لكن المغرب مش موجوده خالص، مش موجوده في النشرات. كأن كندا اتغلبت من نفسها وكرواتيا اتعدت من نفسها، حتى بلجيكا اتغلبت برضا سبحانه وتعالى من مجهول كده. وهذا اعلن اعتزاله لعب دولي بعد الهزيمه من مجهول. كل ده عشان ما نجيبش سيره المغرب. هازار اعتزاله دوليا وذلك بعد خروج منتخب بلاده بلجيكا من دوري المجموعات. هازار كشف عن القرار عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أقل من أسبوع من إقصاء منتخبه بعد التعادل السلبي مع كرواتيا. ذنبها ايه المذيعه تقول خبر؟ يعني ده خبر عجيب، اللي هو لازم تشيد بقدرتهم ان يعمل خبر من غير ما يشير المغرب. بلجيكا دي اتغلبت كده وهازارد ده اعتذر اللعب الدولي كده وبتاع. مين اللي كسبهم؟ لا، ما نعرفش حقيقة. كان بيلعبوا مع مين بلجيكا؟ مين اللي تأهل مكانهم؟
لا احنا هي بلجيكا خرجت، بس مين اتقال مكانهم ما قالناش. قال له عنده ابن اسمه سلطان وبنت اسمها سحر وابن اسمه عاطف، بس ما قالناش اسمه ايه. حقيقه لقطه شهيره من مسرحيات عيال كبرت، الجزائريين والمغاربه حافظينها كويس قوي. اللي هو ما قالناش اسمه ايه حقيقه، ما قالناش لا مش المغرب. طب حضرتك بعد التعادل السلبي مع كرواتيا وبعد هزيمه المغرب، بلجيكا اللي كانت قبل كاس العالم المصنف الاول فوز البطوله، بعد البطوله نزلت المركز الثاني، دي حاجات على الهامش. اول بطوله دي كان بيتكلموا المجموعه دي مرشح فيها بلجيكا وكرواتيا. المغرب صنعت ما ظنه البعض مستحيل وغيرت المعادله. انا بس بقول لك شويه معلومات كان لازم يقولهم التقرير التلفزيوني الجزائري، يعني يعني ما فيش المشهد عجيب يا جماعه، عجيب. بص في التلفزيون الرسمي الجزائري اللي هو عكس تماما من التعامل الشعبي. بقول لك الناس بتحكم غير معبره اطلاقا عن الشعوب. انا كنت متخيل العسكر عندنا اسوأ شيء في الوجود في المنطقه يعني. الحمد لله عسكر الجزائريين منافسه رهيبه. ايه اللي بتحاولوا تداروه وتخبوه؟ دول شعبين اخوه بحكم اللغه والجيره والدين وكل حاجه. ايه الهبل والعبط ده؟ ولا الاستربايه نزلت قال لك واقصى منتخب، مين اللي اقصاه؟ مفيش. مين اللي اقصاه؟ حاجه كده شبه تويته محمد صلاح لما اجبر يتكلم على الشيخ جراح، اللي هو في ايه يا عم انت عبيط ولا ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انما ده مقبول من صلاح فخر العرب، دي غلطه فرديه. انما شعب دوله يبقى دي غلطتها كده بالشكل ده؟ ازاي؟ يعني ازاي بجد؟ احنا يوم ما محمد صلاح كتب التويته دي قلنا يا جماعه ده عجيب، ازاي قدر يصل لهذه الصياغه اللي ما يجيبش بيها اسم فلسطين ولا الظلم؟ يخرب بيتك انت ازاي، دي عبقريه شيطانيه. فتفوق التلفزيون الجزائري الرسمي على عقليه صلاح مع الشيخ جراح. تمشي في اي مدينه اوروبيه في اي مكان في العالم ما تعرفش تفرق بين الجزائر والمغربي، كنتوا تفرقوا بينهم بالهبل والعبط ده. وبعدين باينه قوي يا سيد، عيب. التلفزيون الجزائري لو في شيء يحمد ليه اذا جاز لينا القول كان ثباته على الموقف الصبياني. فضل ثابت على الموقف الصبياني ده. مفيش المغرب تكسب الدنيا تقوم تتحط، هو المغرب دي مش موجود لحد ما وقع في المحظور وعمل جريمه ونشر الخبر ده. نشر خبر فوز المغرب، غلطه حصلت، فضل ماشي على التراك. سيب الخبر بالله عليك، ده الخبر الوحيد اللي ذكرت فيه المغرب في التلفزيون الجزائري. نشر الخبر دي، عمل الجريمه دي. بص فضل اداؤه صبياني وبتاع، وما جاب سيره المغرب ولا اي حاجه. جاب نتائج اليوم، كاس العالم المغرب كسبت البرتغال، دي الجريمه اللي عملها التلفزيون الرسمي الجزائري. ذكر ان المغرب فازت على البرتغال، بعديها بصدفه، بص ايام وجد العسكر وجدت الصدف، تشعر ان الدنيا دي عباره عن مجموعه صدف. بعديها اعلنت وزاره الاعلام الجزائريه انهاء مهام مدير التلفزيون الرسمي شعبان لوناكل. ليه شعبان لوناكل؟ لا خلاص معاش هي انت هتستعبط؟ هو احنا معاش. لا خلاص هو كده، هو رزقه وقف مع التلفزيون الجزائري، وعينه واحد مكانه تاني اسمه نذير بوقابس. ده طبعا هيستوعب الدرس ومش هيجيب سيره المغرب جابت كاس العالم، تقريبا التلفزيون هيقفل يومها الجزائري. الخبر ده برضو افتكرته فوتوشوب لحد ما نشرت صفحات وزاره الاعلام والاتصال الجزائريه الخبر، واتعملت هاشتاج كتيره بطريقه طفوليه مضحكه الحقيقه. وزير الاتصال يشرف على تنصيب نذير بوقابس مديرا عاما التلفزيون الجزائري، وكان السيد بوقابس كان شغل المدير بتاع كذا كذا. طلع الخبر حقيقي. الكل بقى بيربط بين الخبر ده بالكارثه والجريمه اللي عملها التلفزيون الجزائري، اللي هو نقل خبر فوز المغرب على البرتغال. كله بدأ يتكلم ان القاله دي كان بسبب الغلطه التاريخيه اللي عملها مدير التلفزيون وقال نتيجه المباراه، على عكس السياسه المتبعه طوال الفتره اللي وريتها لك كده. فرق بتخرج لوحديها وبتخسر لوحديها. بقول لك اشباح المغرب دي، اشباح ما يذكرش اسمها اول.
مش ممكن يكون حقيقه يا جماعه، نتحرى. لكن يا جماعه اكيد في مبالغه وكده، وفي ناس عايزه تصطاد في الماء العكره. انا من البدايه وده رايي والله، عشان كده ما بتكلمش الموضوع ده، لقيته بقى ما يتسكتش عليه. يعني اعمل نفسك مش شايفه. هتعمل ايه طيب؟ يعني اداء صبياني جدا. يعني حد ما طلبت من مشكورين فريق زمايلي شركائي في هذا البرنامج، يا جماعه تابعوا شوفوا في ايه التلفزيون الجزائري ده. طلع التلفزيون الجزائري اللي الناس بتحكيه هو الحقيقه. وبعدين طلع جه الخبر اقاله، طلع تصريح رسمي وزاره الاعلام تاكد لك الموضوع صحيح بنسبه كبيره. المشكله ان شعبان لوناكل اللي متعين في المنصب ده من مايو 2021 حصل في ولايته اكتر من كارثه، لكن الراجل فضل مكمل في مهامه عادي. كوارث حصلت عنده كتيره، مش ده اول مره. انتحل المعني صفه مسؤول دبلوماسي في بعثه الجزائر، ونجح في اجراء مداخلات اعلاميه بصفته هذه الاذاعه تحدث فيها عن مساعي خطوات. كما كان المعني قد انتحل صفه مستشار لدى الامم المتحده مكلف بملف الطفوله واللاجئين، وقدم مداخلات في القناه الجزائريه بهذه الصفه. كوارث يعني. واحد انتحل الصفه وعمل، والتلفزيون الجزائري زعله وبتاع، وانه منصب وبتاع. يعقوب ده اللي انتحل الصفه ده كان ضيف دائم على الاذاعه الجزائريه وعمل كوارث فيها. يعقوب بالحسني ده كان ضيف دائم وعمل كوارث جدا، وبيتعاملوا معاه على انه حاجه. وفي واحده من المرات اتصل بشعبان نفسه وملاه خبر غلط يخص الجيش الجزائري ونشره، وبعدين مسحه تاني. كل دي اسباب كانت تتسبب في اقاله مدير التلفزيون الفتره اللي فاتت، لكن كل ده ما اقلوش. بص يا يعقوب، لكن تكهنات كثيره رافقت التغيير الاخير، وعيد تسليط الضوء على قضيه بالحسني يعقوب، شاب جزائري مطلوب للقضاء انتحل صفه مسؤول في مديريه امن الجيش، واتصل بمدير التلفزيون لوناكل طالبا منه بث خبر عاجل عن نجاح عمليه امنيه مشتركه جزائريه قبرصيه للقبض على الشاب المحتال، نظرا انه مطلوب العداله بتهم احتيال. وبالفعل بث التلفزيون الخبر قبل ان يسارع الى حذفه بعد اكتشاف التلاعب الذي حصل. شوف الدوله البوليسيه برضو على جنب كده، دوله العسكر. يبقى رئيس التلفزيون متوقع ان اي رتبه مهما صغر شانها يقدر يرفع عليه السماعه ويطلب انزال الخبر، وهو زي البتاع ينزل الخبر مباشره. فنتيجه كده منزل الخبر، طلع الواد نصاب. انتحل بالحسني يعقوب نفسه شخصيه مسؤول اخر في الجيش، واتصل بوزير الاتصال محمد بوسلماني لمساءلته عن نشر الخبر. الواد نفسه يعقوب ده يخرب بيته، ده فظيع. اتصل بوزير الاتصال قال له ازاي كده وزاره الاعلام، واخد بالك الواد عمل ايه؟ كلم وزير الاعلام ولبسه في خبر غلط. طبعا وزير الاعلام جرى تانيبه. اما اتصل بوزير الاتصال، الواد برضه فاجر. يعقوب ده لازم، الواد ده لازم يدرس حالته. والله بيفكرني بفيلم كان يو كاتش مي بتاع ليوناردو، فيلم عبقري برضه. اعتقد ستيفن سبيلبرج هو اللي مخرج، فيلم عبقري جدا. هو الواد فظيع يعني. فمن فجره اتصل بوزير الاتصال قال له يرضيك اللي بيعمله وزير الاعلام ده؟ ينفع؟ كل ده ما مشاش لوناكل ولا اسمه ايه اللي هو مدير التلفزيون ده، ما مشيش. يعني بتاع لو الدنيا بتحاسب يمشي فيها مدير التلفزيون طبعا، لازم يمشي، ما مشيش. المشي جاي بعد بتاع خبر المغرب. اتمنى ان يكون ده اكذوبه، والله بجد انا بقول لك كده، واتمنى ان يكون في بصيص امل ان يكون اقاله مدير التلفزيون مش عشان غلط. اما لو عمل تقرير على المغرب وصعودها التاريخي كنت عملتوا فيه ايه؟ اكيد كنتوا صلبتوه تاكل الطير من راسه. لو غلط وعمل تقرير، حقيقه خطوه صبيانيه طفوليه هبله مهلبيه في قمه العبط والسذاجه. لكن كل ما يصل بي الغضب من الرد الرسمي الجزائري اهدي نفسي وهديكم بردود فعل الشعب الجزائري على هذا الفوز المغربي. دعنا ننسى ما يفعله صبيان العسكر.
غصب عني وعنك. يا جماعه والله العظيم شعب الجزائر ده شعب يشرف. ليه تعملوا كده؟ ليه تعملوا كده؟ يعني اذا ذكرت الرجوله ذكر الجزائريين، والله بلا اي مبالغه ولا نفاق، هي الحقيقه. بقول لك في امهات فضليات في دول عربيه لما عشان عارفين الحقيقه دي، لما بتولد لهم عيل تقول له ربنا يديك قلب جزائري. يعني الشعب الجزائري ربنا يبارك فيهم، مش كده خالص. جزائريين باريس، مدريد، لندن، بروكسل، غزه، في القدس، في كل عاصم لا يمكن تفرق بين جزائري ومغربي. مدن وعواصم بتمزج بقصد ولا بدون قصد بين ملايين المغاربه والجزائريين. هو من الصعب للغايه انك تفرق بينهم. تيجي الطريقه الصبيانيه دي بتاعت الاداء الرسمي، سبحان الله. خلي بالك الاداء ده مش بس جزائري، ما هو برضه الاداء الرسمي المغربي. ما انتوا احنا متكلمين عن كده كتير من زمان. شوف المشهد ده، كنت يعني رؤية العين والله. طب فاكرهم كلهم مغاربة، فجأة طلع نصهم جزائريين. اتفرج. هو ده احسن شيء، هو ده من احلى الحاجات اللي موجوده النهارده والله العظيم. ربنا يبارك لكم. الله يخليك، الف مبروك الف مبروك الف مبروك الف مبروك. ربنا يحفظك ويعزك. تحياتي، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك. تحيا مصر، تسلم، تحيا مصر، تحيا مصر. انا كنت حال دول قلت لهم يا جماعه بالله عليكم حد من اللي بيشوف يقدر يفرق مين؟ قول لي بقى مين الجزائري من المغرب اللي موجود ده؟ عيب والله عيب. اتمنى ان السيد لوناكل يكون اقيل لاي مصيبه اخرى غير كارثه انه اعلن ان فوز المغرب. ولله في خلقه